السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. النهارده بقى انا جايه لكم بوصفه حلوه قوي هتعملوها، مش مكلفه خالص خالص، وهتعملوا حاجه اخر جمال وطعامه ولذيذه قوي قوي، وما تكلفتيش فيها اي حاجه. هو اكلك العادي جدا ومصاريفك العاديه جدا. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول بقى احنا هنعمل ايه. معانا سمك مكاريل، هننضفه، هنفتح بطنه كده ونطلع كل حاجة فيها وننضفه ونغسله كويس. بعد كده بقى هنجيب السمكية بتاعتنا ونخليها. نخليها ازاي؟ بصي بقى، من تحت الراس كده في عظمة بتبدأي من بعد العظمة دي تقطعي الراس، وبعد كده بقى بتمسكي السمكية من تحت من عند اخر البطن كده وتبدأي تسلكي فيها بالراحة. يا ريت السكينة تكون حامية معاكي علشان تحسي ان السمكة ما بتتهريش. كل ما تبقى حامية افضل. يعني انا كمان السكينة بتاعتي مش حامية قوي، هي سكينة المطبخ العادية. لو احمى من كده يكون افضل. بتيجي بقى من الظهر كمان وتبدأي برضو تسلكي كده بالراحة خالص، وتفتحي وتمشي مع الشوكة. لو جايباها هتاخدي الجزء اللي فوق، بتمشي من فوق الشوكة. لو هتاخدي الجزء اللي تحت بتمشي من تحت الشوكة. بتبدأي كده تسلكي وتشوفي اتجاه الشوك كده فين، وتمشي من فوقيه او من تحتيه. تمام كده. بتسلكي بقى بالراحة وتطلعي اللحمة بتاعتك على قد ما تقدري، بدون ما تسيبي اي لحمة في الشوكة اللي هي في سلسلة الظهر بتاعت السمكة. بنسلكها كده. انا بصوا مش عايزه ما قصتش الفيديو علشان اوريكم يعني اخد معايا وقت قد ايه. مفيش خالص بصراحه. انا رحت اشتري بصراحه سمك فيليه، لقيت السمك الفيليه ب 610. انا اتصدمت بجد والله، انا اتصدمت. هجيب كيلو سمك ب 610؟ ده انا لسه هعمل رز ولسه هعمل سلطات وحاجات، ده الموضوع مكلف جدا. لا انا جبت بقى رحت وزنت كده، جبت 5 سمكات زي ما انتوا شايفين. طلعت منهم كيلو من السمك الفيليه. ال5 سمكات دول اخدوا مني 300 الا 10، كلفوني 300 جنيه الا 10، ناقصين 10 جنيه. رحت انا بقى، جيت البيت بقى زي ما شفتوا، نضفته وغسلت وخليت بقى منه الشوك بتاعه ونضفته خالص. شايفين اهو الشوكه طالعه فاضيه تقريبا، ما ترميهوش، اعملي بيه احلى شوربه سي فود بعد كده. ولو عايزه تقليه ويتمصمص برضو بيتاكل كده. بتنضفيه بقى كده زي ما انت شايفه. طلعنا الشوكه، واي شوكه بقى قدامك بتطلعيها بايديكي او بالملقاط. بتطلعي كمية حلوة قوي. يعني انا طلعت من ال5 سمكات كيلو سمك، يعني 950 جرام بالظبط. فاهمين يعني ايه؟ يعني انا وفرت 300 جنيه، وفرت 300 جنيه. عملت بقى السمك بتاعي، عصرت عليه الليمون بقى وغسلته كويس. بعد كده بقى طبعا غسلاه قبل ما اخليه. بعد كده بقى بجيبه بقى بقطعه كده. عايزه تعمليه طويل على بعضه براحتك، بس انا بقطعه كده كل نص سمكه 2. تمام. هعمل بقى التتبيله اللي هي انا ما بحبش ارش كده ملح وحاجات نواشف. لا انا بعمله زي ما بتبل السمك العادي بالظبط. طبعا لو شايفين البرطمان اللي ورا ده برطمان الهريسه، انا خارجاه يفك من الفريزر علشان هحطه كمان على التتبيله. هحط بقى الفلفل الاخضر ومعاه اللي انا حطيته في الاول ده توم اخضر مع الفلفل، توم اخضر وتوم ابيض كمان، توم عادي. وحطيت بقى معلقتين هريسه، وهنزل التوابل اللي هي عباره عن كمون وكزبره وفلفل ونص معلقه كاري، والفلفل برضو نص معلقه، وملح معلقه، وكمون معلقه، وكزبره معلقه. تمام كده. هنعصر بقى الليمون بتاعنا، حوالي 3-4 ليمونات كده تعصريهم. وبعد كده بقى تضربي الخليط مع بعضه في الكبة، تخلطيهم كويس وتبدأي تتبلي بقى بيهم السمك بتاعك.
طبعا في ناس بتتبلش كده، في ناس بتتبله ملح وتوم باودر وبصل باودر، بس انا بحس كده ان انا باكل اي حاجه تانية غير السمك لو انا ما عملتش التتبيله دي. تمام كده. فانا هعمل التتبيله على السمك كلها، وابدا اوزعها بقى على قطع السمك بتاعتي. طبعا ما تنسونيش بقى حبايب قلبي في احلى لايك منكم واشتراك وكومنت محفز، وفعلوا الجرس علشان يوصل كل جديد وحصري من مطبخ يوميات وحكايات مع جنة. طبعا عملت بقى وزعت كده التتبيله على السمك كله. ابدا بقى احضر الكفر اللي احنا هنسوي بيه السمك. كده عملنا احلى فيليه اهو، ولا الحوجه لاسعار بره والغرامات اللي بتغرمنا قد كده. لا لا، هنعمله ببيتنا بتكاليف بسيطه. حطيت كوبايه من الدقيق، عليها 3 معالق من النشا والتوابل، برضو معلقه كبيره ملح، معلقه كمون، معلقه كزبره، نص فلفل اسود، ونص بقى بابريكا. المره اللي فاتت حطينا نص كركم، المره دي هنحط نص من البابريكا. تمام. هحط بقى معلقه كبيره من البيكنج باودر. خلاص. بعد بقى ما تعملي الخلطة دي كده وتقلبيها ببعضها، هتبدأي بقى تقسمي الدقيق بتاعك ده في بولة كمان زيها. تمام كده. يبقى انا خدت نص الدقيق، هسيبه زي ما هو كده بالتوابل بس، والنص التاني هعمله زي العجينة. تمام. طبعا الدقيق لو عايزه تزوديه شويه هيكون افضل، لان انا احتجت اكتر من الكميه دي، بس ما تزودوش قوي عشان ما ترموش يعني، لان هو بتعملي بيه وجبه السمك وبتضطري ان انتي ترميه. او عايزه تعينيه بقى المره بعد كده هتعينيه، بس العجينه مش هتتعان طبعا، العجينه على قد كده بالظبط. قلبي بقى كده وتبقى عجينه خفيفه كده، يعني قوامها اخف من الكيكه، حاجه بسيطه. هتجيبي بقى السمك بتاعك، يا اما تحطيه في العجينه على طول، او هتبدريه بالراحه كده بالدقيق، حاجه خفيفه قوي، وتشيليه تحطيه في العجينه بتاعتك. تمام. بعد كده بقى ترجعي تحطيه في الدقيق. انت ممكن ما تحطيش في الدقيق الاول، تحطي بس في العجينه بعدين الدقيق، ولكن انا عملت دي ودي، يعني عايزه يبقى الكفر اكتر قرمشه. براحتك برضو، انت تقدري تعملي من العجينة للدقيق بس. تمام. هنحطها بقى في الدقيق ونقلبها كده في الدقيق، وعلى طول على الزيت يكون سخن، تهدي عليه كده لحد بس ما تحطي السمك. بعد كده سيبيه عالي وتابعيه على طول علشان ما يطرش منك، يفضل مقرمش، بس سيبيه عالي. هو ما بياخدش سوا خالص، السمك ما بياخدش سوا نهائي. انت هتعمليه كده وتقلبيه بقى زي ما انت شايفه، بيطلع معاكي اجمل سمك فيليه ممكن تاكليه. طبعا السمك المكاريل الاوميجا 3 فيه عاليه جدا جدا جدا، حلوه قوي للولاد، وبيبني العضلات، ويعني مفيد في كل حاجه. اسمعوا بقى معايا صوت القرمشه، ما شاء الله، مقرمش من بره وطري وجميل جدا من جوه، جميل جدا جدا. زي ما انتوا شايفين بقى طلعت كمية كبيرة. طبعا السمك ده كمان بعد ما اتاكل منه كان ابني جاي ومعاه اصحابه، وعملت لهم طبق زي ده بالظبط كده، ده خلوهم الاول وده باقي الكمية، يعني بيطلع كمية ما شاء الله حلوة جدا. وزي ما انتوا شايفين الرز بقى الصيادية عملناه قبل كده مع بعض، طالع لونه جميل ومفلفل كده، حباية من حباية ما شاء الله. عملنا احلى وجبة بأقل تكلفة، وما تكلفناش غير التكلفة العادية اللي بنعملها يوميا بالنسبة للأسعار اللي بره كده، يعني حاجة ما شاء الله. واللون والطعم والريحة ما اقولكوش. اعملوه في بيتكم ووفروا واتأكدوا من النظافة وكل حاجة هتعملوها على ايديكم. كده الفيديو بتاعي خلص، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله، واستنوني في فيديو جديد مع يوميات وحكايات مع جنة.